اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله الجميع يكون بخير بصحة وعافية. اليوم إن شاء الله درت القهوة العصر، كعك أو حلويات لشرب القهوة والشاي. هاد الحلوية تكون مقرمشة من برا وطرية من الداخل، بمقادير بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت. نبدأ على بركة الله، بسم الله، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة والسلام. في بادئ الأمر عندنا كاس حليب دافي. أنا استعملت العجانة وانتم تقدروا تستعملوا باليد. عندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، عندي 4 ملاعق من السكر، اللي يحب الحلاوة أكثر يزيد. ونخلطهم ونخليهم يرتاحوا شوية. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا باليد، أنا لظروف صحية استعملت الآلة العجانة. وهذه الحلوى يعني هذا الكعك سهل، يعني ديريه الصباح وتخليه عشية طيبيه. وهنا عندي نصف كأس خليط بين زيت وزبدة دائبة، وعندي حبة بيض كاملة. بعد ما نخلط المكونات اللي ذكرناهم نضيف ونخلط فانيليا ولا مبشور، البرتقال ولا الليمون، ونجمع بالفارينة وقليل من الملح. الفارينة على حساب العجينة شحال ترفد، المهم تكون عجينة طرية ما تيبسوهاش بزاف. نزيد نخليها ترتاح، هاي تكون بهذه الطريقة، تكون طرية. نخليها ترتاح. بعد ما ارتاحت نبسطها كما راكم تشوفوا ونطبعها بهذه الآلة. اللي عنده هذه الآلة يدير بها، اللي ما عندوش يدير كاس، يدير دوائر، وفي الوسط كاش قمع. من بعد نحطها في صينية وندهنها بالبيض قليل من فانيليا، ونشبعها بالجلجلان، نخليها زيت تخمر شوية، وندخلها للفرن تطيب من التحت ونحمرها من الفوق. وبصحتكم. وهذه هي النتيجة، جاء ما شاء الله، من الفوق مقرمش ومن الداخل طري. ومن الفوق خرجتها دهنتها بالمعجون، تحبي ديري لاجولي ولا المعجون. وبصحتكم. نتمنى تعجبكم الوصفة، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعة الخير، وربي يهنيكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة، في امان الله.